ده الكشف للمسجد النهارده. ده اللي امتحنوا النهارده؟ ايوه تمام. انت الامتحان المره اللي فاتت اول امبارح دول سلمتي تشوفوا مفيش حد لسه. ايوه تمام، ده النهارده. خيبانين كلهم خيبانين. ما حدش بياخد اكسلنت ابدا. كل الكشف مقدمهولي يا فير يا جود يا حاجه يعني. مفيش، مش عارف احنا يعني كليات المطبخ عندنا وكليات السياحه والفنادق بتعمل ايه؟ انا مش فاهم. مفيش حد عارف يطلع حاجه بقى. ايه ده؟ انت مدياله اكسلنت. ايوه فهمت. مدياله اكسلنت. بس اتعين طبعا. ها؟ لا طبعا كرشته. كرشتيه؟ ايوه يا فندم. كرشتيه ليه وهو واخد اكسلنت؟ طلع رد سجون يا فندم. رد سجون؟ ايوه. عمل ايه؟ كان مسجون يا فندم. كان مسجون. طيب وعشان كده طردتيه مش كده؟ طبعا. ازاي نحط هو هربان ولا حاجه ولا خلص عقوبته وخلص؟ لا خلص عقوبته وجاي يقدم الوظيفه، بس انا طبعا لما ومديله اكسلنت ورفضتيه. صراحه هو اكله جميل جدا 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 وما شفتش زيه، بس رد يعني سجون. بتقولي ان اكله احلى اكل؟ ايوه يا فندم. ومديله اكسلنت ورمشتيه عشان رد سجون. ازاي رد سجون يبقى في وسطنا يا فندم؟ يبقى في وسطنا. ايه رايك ان المدير بتاعك رد سجون؟ معقول؟ تعرفي ان انا كنت مسجون؟ لا. كنت مسجون بس تبت واتعلمت من السجن وطلعت انسان كويس وفتحت المطعم ده وعينتكم فيه. يعني انت بتشتغلي عند مدير رد سجون. اسف يا فندم. اتقابلت بتجربه كويسه في السجن. كنت بطبخ المساجين واتعلمت من واحد مسجون عندي بس كان شاطر قوي، هو اللي علمني الطبيخ وخلاني واسطه في الطبيخ. والنهارده فتحت مطعمي الخاص وبقيت بعين موظفين وانت منهم يا اميره. اسف يا فندم. هنحلها ازاي؟ هنجيبه منين؟ معاكي عنوان ومعاكي؟ صراحة احنا شفناه في الكاميرا قاعد على السلم بيعيط. بيعيط على السلم؟ ايوه. وهنا عليك طلعي طلعي يلا على طول. مش عارف اعمل ايه، كل ما اروح شغلانه يقولوا لي عندك سابقه. ده ربنا بيرحم والناس ما بترحمش، وعندي عيال اوكلهم منين؟ ده ربنا فتح ابواب الرحمه. هي الناس دي عايزه مني ايه؟ يا رب انت ما تنساش حد.